يا مساء الفل والجمال على كل اللي بيسمعونا النهاردة. احنا مش في اي مكان، احنا في قلب بورسعيد، وتحديدا شارع نبيل منصور وحي العرب. النهاردة ريحة الفسيخ لسه في المناخير، وصوت السمسمية لسه بيرن. بس الأهم من كل ده القلمبي اللي اتحرق والضحكة اللي طلعت من القلب. النهاردة هنحكي حكاية خضير والقلمبي، السر البورسعيدي اللي ما بيخلصش. مين هو القلمبي وليه بنحرقه؟ عشان اللي مش من بورسعيد يفهم، الموضوع مش مجرد عروسة قماش. الحكاية بدأت سنة 1917 لما الجنرال البريطاني إدموند ألينبي كان منكد على البورسعيدية بظلمه وقسوته. الشعب البورسعيدي يسكت؟ لأ، بذكائه الفطري قرر يحاربه بالسخرية. عملوا له تمثال من القش والهدوم القديمة وزفوه في الشوارع في ليلة شم النسيم. بوم، النار تاكله وسط فرحة الناس. ومن يومها بقت عادة أي حد ظالم بنعمل له قلمبي ونحرقه علشان نستقبل الربيع بقلب صافي ونضيف. لما بنقول حي العرب وشم النسيم لازم نقول اسم الفنان محسن خضير. الراجل ده مش مجرد صانع تماثيل، ده فنان سياسي وناقد ساخر بالفطرة. قدام محل خضير الشارع كان بيتحول حقيقي المسرح، تلاقي تماثيل بتتحرك بميكانيزم بسيط بس عبقري. خضير ما بيعملش أي قلمبي، ده بيجسد غلاء الأسعار، أحداث ومشاكل معينة، وحتى الترندات المستفزة. الناس كانت بتستنى خضير هيعمل ايه، والزحمة في حي العرب بتبقى طوابير. بورسعيد مش مجرد محافظة، دي حالة حب وعناد وفن، وحي العرب بيفضل هو القلب النابض اللي بيحافظ على تراثنا اللي ملوش مثيل. شكرا للفنان خضير والكل بورسعيدي لسه بيحافظ على ضحكتنا قدام قلمبي بيحاول ينكد علينا. كل شم نسيم وانتم طيبين، وبورسعيد دايما في العالي. ومن حي العرب بنقول لكم استنوا الحلقة الجاية وحكاية جديدة من الأرض الباسلة. أنا كده خلصت يا حبايبي، أشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.